نحن مستعمرة فرنسية، تلقيت نوع من مستعمرة التوبيخ سابقة من طرف أشخاص في السلطة. الآن نقول نحن ولاية تابعة لفرنسا. علاش تابعة لفرنسا؟ لأنه لا يعقل أن وزير داخلية مع وزير داخلية والولاة مجتمعين وفي الجزائر مش في فرنسا. نعم. ديروها في فرنسا. أنا نتمنى في حياتي نشوفهم يديروها في فرنسا. ربما طيب. تكون خطوة لا قادمة. لن تكون لا ما يقبلوش الفرنسيين. الفرنسيين هذا راهي نوع من العبث بالمستقبل البلد. طيب نحن صحيح كما قال الاستاذ انه لا بد من مساواه، ما عندناش عقده، لا عندي عقده، اسمح لي، انا ولدي شهيد، انا بابا شهيد، مش الدم هو اللي ساح، اسمح لي عندي عقده، وحتى الان كل تراثنا موجود في فرنسا ما استطعناش، ونجي انا يعلموني حاجه خلاف عندك. لكن سيرزاق على الاقل من الناحيه العمليه ما اعتقدش ان المحافظين الفرنسيين مع وزير الداخليه جايين في جوله سياحيه. اعتقد انه ترتيب لشيء ربما كبير، ربما زميلي ولا صديقي يشوكيه. فالديغراس ما الذي حدث فيها؟ اتفاقيه فالديغراس حتى الان لا نعرفها، وانا مقتنع بانها تدخل بند من بنود اتفاقيات هذا تحويل الجزائر الى ولايه فرنسيه. هذا خطير جدا. ما تشوفش اللي هو عمليه انفتاح، وربما ان النظام الاداري الجزائري والنظام الاداري الفرنسي نوعا ما متقاربين قبل التسعين. نعطيك مثال قبل التسعين. لا نعطيك معلومه فقط. معلومه خليها بركي. لا نعطيك معلومه فقط. قبل التسعين قبل وزير الداخليه معلومه. خلينا من وزير الداخليه. عندنا نعطيك معلومه قبل التسعين تهز جواز سفر وتروح لفرنسا لاي دوله. الدولة العربية الوحيدة اللي تدخل جميع الدول بدون فيزا. شوف عدد الطلبيات، شوف عدد اللاجئين، عندك 25,000، شوف عدد الطلبة. لازم نكونوا واقعيين. تبني نفسك يا أخويا، ابني نفسك. أنا ما عنديش اعتراض، أنا نستفيد منه فرنسي يجيبوا، أنا فالديغراس نشريه ونبنيه ونديروه هنا. ما عنديش عقدة. العقدة نتاعي أنني يجي والي